محمد رمضان اتواصل معاه عشان يعمل قصة حياته. مين هو لوشا؟ وزير داخلية الغلابة. الثبات على المبدأ بوصلته في الشارع، عمره ما جل من أي حوار، ودايما واقف زي الأسد ثابت ومش بيخاف. هتفكر تعوجها معاه؟ قول على نفسك يا رحمن يا رحيم. هتيجي معاه سكة هتبقى حبيب ويحب يزاملك. كل دي شوية صفات وجدعنة موجودة في لوشا، أسد السيدة زينب اللي بتطلع رجالة دايما، وعمرهم ما يحبوا يمشوا معوج ولا في أي حاجة شمال. ثانية واحدة بقى، مين هو لوشا؟ اسمه الحقيقي محمد، واصحابه في المنطقة طلعوا عليه اسم لوشا. لما دورنا عليه وعلى أصله طلعت معناها الخفيف، وهي كلمة أسبانية. عنده 28 سنة وساكن في السيدة زينب. ظهر لوشا على منصات التواصل الاجتماعي في فيديوهات قصيرة وكلها مشاهد من أفلام سينمائية. أصل هو معجون سيما وبيحب يمثل من وهو صغير. الواد برضو يا جماعة طول بعرض. على طول انطلق زي الصاروخ وبقى ترند، والناس كلها حبته عشان جدعنته، وأخد لقب وزير داخلية الغلابة، وكمان قالوا عليه عم الثبات على المبدأ. وبسبب شهرته اللي حققها بسرعة ونجاحه الكبير، هوب الدنيا ضحكت له، والنجم الكبير محمد رمضان كلمه. وهنا كانت المفاجأة، مش عشان يشاركوا في فيلم جديد، ده عشان يعمل قصة حياته. هنا لوشا عرق وجاب مية من كل حتة. أصل برضو يا جماعة محمد رمضان اللي كلمه نمبر 1 برضو ليه تقل في السوق، وعلى طول ما كدبش خبر. لوشا ابتدى يعمل مشاهد حقيقية مش اللي بتتعمل في السيما، وكل ده طبعا بمساعدة زمايله السفاح مجانس وجودة الدرفيل والكاريزما واسكندر وعم تايسون الغلبان. وبدل ما كان بيصور في الشارع بدأ يشوف خرابات وأماكن واسعة عشان يكون براحته في التصوير، وعلى طول حقق ملايين المشاهدات، وبقى في جيش كامل بيحب لوشا، وبقى ظهره واخواته زي ما كل فيديو بيقول. ومن السيدة زينب لحد أبو قتاتة بيعملوا له 1000 حساب، وعارفين قلبته وحشة. طالما جاي في حق محدش هيقف قدامه. ونصيحة مننا، لو داخل معاه في حوار اوعى تعصبه، لأنك مش هتعرف تغلبه. وبسبب حب الناس ليه في الشارع كل عيال المنطقة بقت تقلده حتى في الحلاقة بتاعته، وعايزين يظهروا معاه في كل فيديوهاته اللي مكسرة الدنيا. وعلى فكرة لوشا لو دخل مجال التمثيل ممكن يغطي على أشباه نجوم كتير في الوسط الفني. وكل اللي فيه لوشا ده من دعاء أمه ليه اللي على طول بيراضيها، ونفسه أول ما يمسك فلوس يطلعها الحج عشان تصلي قدام الكعبة وتدعي له ربنا يزيده من حب الناس. حاجة تانية، لو رايح تحل حوار مع لوشا اوعى تحرقه في الكلام، لأنه بيعتبر ان انت وهو كارت واحد، وده غلط كبير قوي في قعدات العرب وحل الحوارات في الشارع. فاوعى تحرقه في الكلام، ولازم تفهم الأصول. ويا ويلك لو عكست بنت حتته قدامه، يبقى انت كده بتجني على نفسك. واوعى تفكر ان لوشا بلطجي، لوشا بيدافع عن الكل طالما على حق، والحق ما بيزعلش غير اللي هياكله.